مشاكل التلوث الفلاح بيبقى تكلفه نقلها بالنسبه له عاليه جدا، فبيضطر يحرقها في قلب الحقول، فطبعا بتعمل السحابه السوداء وما شابه. في حين ان انا عندي استخدامات لقش الرز ده، سواء ان انا اقدر استخدمه في انتاج بروتين يعادل البروتين الحيواني، في نفس الوقت له صناعات تانية يعني مربحه جدا للاقتصاد القومي. بدل الفلاح بيحس انه له مردود قوي جدا. عيش الغراب ده بيكلف الفلاح ايه؟ هيكلفه مخلفات زراعيه موجوده عنده بكثره وبوفره، بيضطر يحرقها يعني بدون قيمه. قش الرز وتبن الفول وتبن القمح وجميع المخلفات. بعد كده بيكلفوا البذور بتاعته، هو يقدر يحضرها لانها بسيطه جدا. هو يعني مجرد اي محصول زي القمح او الشعير او الذره بيبتدي يطعمه اللي هو عيش، نوع عيش الغراب اللي عايز يحضره، وبيحط له وجبه مغذيه وبيسيبه 3 اسابيع. استاذ محمد، المشاريع دي تم دراسه تفعيلها على مستوى الجمهوريه؟ يعني ليها توجه عام؟ يعني دراسه الجدوى الخاصه بيها فيها الحاجات دي هتتم فين؟ والايدي العامله المطلوبه قد ايه؟ تمام طبعا. والتكلفه الاقتصاديه قد ايه؟ والعائد قد ايه لجميع محافظات الجمهوريه؟ بالظبط. العائد على مستوى الاقتصاد القومي، العائد الاقتصادي للفلاح، العائد الاقتصادي بالنسبه للاقتصاد القومي والاقليمي، يعني كل ده مدروس. برضو حضرتك يعني مشروعات كتير بقى، من اهمها مثلا بنتكلم عن مشروع في نفس يعني بيصلح نفس السياسات اللي بنتكلم عنها، الفساد والاهدار والاستنزاف للموارد. احنا كنت بكلم حضرتك عن صناعات زي الاسمنت والاسمده، ديت صناعات ملوثه للبيئه ومحتكره وكثيفه استهلاك الطاقه، ومع ذلك بندعمها. نعم. طيب الصناعات دي في نفس الوقت لو جينا نشوف مدخلات الصناعات دي كاسمنت واسمده في مصر بس، هنلاقي ان هي تعادل 250 مليون طن بيتنقل سنويا. عندنا اسمنت 50 مليون طن اللي هي منتج نهائي. عندنا بيحتاج المنتج النهائي ده عشان يصنعه بيحتاج حوالي 120 مليون طن كلينكر. الكلينكر ده طبعا بيتصنع من الطفله والحجر الجيري. في النهايه بنلاقي ان صناعه زي صناعه الاسمنت محتاجه تنقل سنويا ما لا يقل عن 200 مليون طن. 200 مليون طن زائد 50 مليون طن، عندنا 17 مليون طن اسمده، خاماتها برضو بتعادل حوالي 35 مليون طن، او النهارده وصلت 18 السنه اللي فاتت 18 مليون طن اسمده. والخامات بتاعتها بنحتاج حوالي يعني اكتر من 38 مليون طن، دخلنا في اكتر من 50 مليون طن، اصبح عندنا 250 مليون طن تعادل اجمالي النقل اللي بيتم في مصر بالكامل. يعني احنا النقل اللي بنحتاجه سنويا للمنتجات بتاعتنا اكتر من 500 مليون طن. في دراسه انا عاملها عن النقل في مصر، اكتر من 500 مليون طن ده الخامات والمنتج النهائي. كمان ما اتكلمناش بقى ان هي توصل للاسواق وتوصل من تجار الجمله للتجزئه للاسواق والحاجات دي كلها. يعني ممكن كميات النقل تتضاعف، لكن احنا بنحسبها مبدئيا على انها ال 50 مليون طن. اللي هي 500 مليون طن. 500 مليون طن دولت طبعا بيشكلوا كارثه على الطرق. احنا اصبحنا عندنا في مصر اعلى معدل حوادث طرق في العالم، سبقنا الصين. تمام، مش قادره تستحمل الاحمال الطرق زي ما الكبيره هي اللي بتعانيها. بالظبط، الطرق زي ما هي في مصر طوال ال 60 سنه اللي فاتت. حتى لما عملنا طريق الصعيد اصبح برضو نفس المشاكل. ليه؟ لان احنا عندنا حضرتك خلال الخمس او العشر سنين اللي فاتوا ضعفنا. انا بقول لحضرتك احنا من ايام المهندس حسب الله الكفراوي في منتصف الثمانينات كان استهلاكنا في مصر لا يتعدى نص مليون طن اسمنت. النهارده احنا بننتج 50 مليون طن اسمنت. 50 مليون طن اسمنت بيحتاجوا 200 مليون طن خامات. تمام، فاصبح عندنا كل ده على نفس الطرق. تمام، غير بقى كمان النقل الداخلي سواء عشان هنصدر او علشان التجار الجمله ونص الجمله والمستهلك النهائي. تمام، اصبح عندنا ده بيشكل طبعا كارثه على الطرق المصريه. عندنا عربيات النقل عندنا حوالي 80,000 عربيه، فبيشكلهم تقريبا لو على مدار الساعه حضرتك بتلاقي اكتر، في دراسه بالظبط لها هتلاقي اكتر من 20 عربيه في كل كيلو على مدار الساعه على الطرق الرئيسيه. دي بتمثل كارثه. ازاي نخرج منها وازاي نحل المشكله ديت؟ احنا نقدر نعمل قطارات فائقه السرعه اللي هي موجوده. القطارات دي في العالم كله موجوده دلوقتي ومربحه جدا في حاله واحده، ان هي بتستخدم في النقل.
احنا عندنا القطارات لحد النهارده. هل القطارات دي هتستخدم على نفس خطوط النقل لا طبعا لا. السكة الحديد القديمة؟ طب ما احنا بنتكلم هنا، احنا اتكلمنا في اكتر من مشروع قومي كبير. تمام. اتكلمنا في الزراعة، تمام. اتكلمنا في الاسمنت، تمام. اتكلمنا مواد البناء والمقاولات، واتكلمنا دلوقتي في النقل. هل مصر تستطيع أن تتوجه لجميع هذه المشاريع وتعمل فيها بالتوازي، أم هيبقى في أولوية في البدء بأحدها عن الآخر؟ هو في جميع الأحوال أكيد هيبقى في أولويات، لكن في جميع الأحوال برضو احنا عندنا المشروعات دي بالكامل. انا اخترت زي ما قلت لحضرتك 8 مشروعات بالاضافه للثلاث مشروعات، هيبقى عندنا حوالي 11 مشروع. ال 11 مشروع دول تكلفتهم الاجماليه طبقا للدراسات الموجوده، ودي دراسات يعني انا عامل دراسات اقتصاديه كامله لها، يعني تكلفتها ماكسيمم مش هتزيد عن 200 مليار جنيه. 200 مليار جنيه بتحقق اكتر من زي ما قلت لحضرتك يعني ما يزيد عن 200 مليار دولار، يعني اكتر من تريليون جنيه مصري. الارقام دي تلف الدماغ يا استاذ محمد، بس دي ارقام حقيقيه. العائد من المشروعات دي على اي مدى، طول المدى اللي هنقدر نقول فيه ان العائد بدا يجي؟ ده انا مش هتكلم في التكلفه. أنا تكلفه لا التكلفه زي ما قلت لحضرتك بالظبط، وكمان الاخطر من كده ان التكلفه ديت موجوده، نقدر ندبرها في 5 طرق لتدبيرها بدون ما نكلف موازنه الدوله اي اعباء جديده. تمام. يعني التكلفه متاحه في الاقتصاد المصري وموجوده. نعم. من غير ما نكلف لا المواطن ولا على ميزانيه الدوله. لا اطلاقا. مشروعات اخرى او خدمات اخرى لا قائمه. لا ده احنا بنصلح اختلال موجود. جميل. في نفس الوقت نيجي المشروع زي مشروع قطارات فائقة السرعة، المشروع ده بيستعيد تكلفته أكيد من غير الوفرات في 3 سنين. في غير تعاون دولي. هيبقى في تعاون ولا هيبقى كل العبء على الحكومة المصرية بدون إيجاد دعم خارجي؟ أقول لسعادتك المشروع ده أنا مصممه بحيث يحل حوالي 4 مشاكل قومية موجودة في مصر. هي الفكرة كلها إن تصميم المشروع، المستثمر بيصمم مشروع، الدولة بتصمم مشروع، تخطيط التنمية بيقول كلام تاني خالص. لما اجي انا اخطط مشروع زي ده كقطاع خاص، اليابان عرضت علينا في من حوالي 3 سنين في حكم الرئيس السابق ان هي تعمل مشروع قطارات فائقة السرعة في مصر بنظام البي او تي. المشروع ده يقدر يحقق، لو قلنا احنا عندنا 500 مليون طن نقل سنويا، نقل بضايع غير الركاب غير كذا، دولت لو قلنا متوسط نقل الطن 20 جنيه، يعني بننقل طن ايا كان من اسوان للقاهره تكلفته 20 يعني جنيه. يعني احنا هنوفر الميزانيه من القائم بالفعل وبيحصل له اهدار. الاخطر بقى من كده كمان، يعني احنا بنتكلم في 10 مليار تكلفه نقل سنويه، ايراد سنوي. ده غير بقى الوفرات الاقتصاديه اللي هي بتتعدى للمشروع ده تحديدا اكتر من 250 مليار. تمام. هو تكلفته كلها لا تتعدى 30 مليار لو اشتغلنا بالتكنولوجيا الصيني. لو اشتغلنا بالتكنولوجيا الالماني او الياباني هتزيد شويه، هتوصل حوالي 70 او 80 مليار جنيه، اللي هي حوالي 10 او 12 مليار. التقنيه الصيني النهارده احسن وتفوقت على التقنيه اليابانيه والالمانيه. تمام، سواء في السرعه او معدلات امان كمان. خطوط الانتاج يعني مزايا القطر ده ايه؟ ده قطر كهرباء طبعا ما بيستخدمش طاقه كتير، في نفس الوقت بيقدر يوصل سرعته بتتعدى 350 كيلو. احنا بنتكلم في قطارات بتمشي على القضبان، ما بنتكلمش على القطارات الطائره، ولا دي تكنولوجيا ثانيه، ويعني التكلفه اعلى وفي نفس الوقت مش محتاجينها قوي. ايوه، احنا عايزين اللي احنا محتاجينه ويستوعب طلباتنا. سرعته بتوصل 350 كيلو. تمام، يعني يقدر ياخد من القاهره لاسوان او من اسكندريه لاسوان في حوالي 3 أو 4 ساعات. تمام. هنقول طبعا دلوقتي البديل 15 ساعه اللي هو اعلى حاجه الاسباني او التوربيني او ما شابه. هنقول ان هو في نفس الوقت بيقدر يسحب، القطر ده بيشيل 100 عربيه، العربيه بتشيل 200 طن، يعني القطر ده كانه سفينه شحن متوسطه، لانه بيقدر ان هو ينقل اكتر من 20,000 طن. 20,000 طن ده في صوره حاويات ولا جميع انواع في عربيات متخصصه، يعني في عربيات ثلاجه، في عربيات نقل حيوانات، في عربيات بتبقى يعني ارضيه وبتطلع عليها عربيات النقل. استاذ محمد، انت بتسحبنا في حلم جميل انا الحقيقه مستمتعه بيه جدا. الله يخليك. وارجو انه يتم تفعيله باذن الله. مش تفعيله، ان حضرتك تاخد قرار
اوكي احنا موافقين على تنفيذه، وده يا محتاج رب. زي ما حضرتك قلت قرار سيادي وسياسي. بالظبط. لان ايه اللي هو ممكن؟ احنا قدام طريقين. احنا مصر دلوقتي في ظل معدلات الفقر اللي اقتربت من 50%، في ظل اعلى معدل حوادث طرق في العالم، في ظل ان عندنا امراض كبديه ووبائيه وصلت، وسرطانات، واحنا اعلى معدل سرطانات في العالم النهارده برضو في مصر. نعم. وصلنا ان عندنا امراض كبد بس وصلت في تقديرات لها من 15%، ودي التقديرات المتحفظه، ل 25، في تقديرات ثانيه بتقول 40%. نعم. 40% دي كارثه. فاحنا عندنا الشعب المصري لما يبقى 50% تحت خط الفقر، في فقر مدقع اقل من دولار في اليوم، طبعا دي كارثه، وكارثه بتهدد. في نفس الوقت دول تانية موجودة بتلعب في المنطقة، ودول بتحفز أقليات، دول عايزة مخطط تفتيت المنطقة وتقسيمها ل5 دول، كل ده موجود. ده هيخليني اسال حضرتك يا استاذ محمد، حضرتك اتجهت ب بتفكيرك في الدعم المادي الخارجي للجبهة الشرقية، الصين، اليابان. لا هو مش دعم على فكرة، احنا يعني بنشتري ما هو دعم وعندنا تكنولوجي بالظبط. مش موجود عندنا. ايه ليه ما اتجهناش لاتجاهات اخرى؟ هل زي ما حضرتك قلت لان الجدوى والخدمة ارقى وارخص واجود، بالظبط. ولا ايه السبب؟ هي طبعا في دراسة أي مشروع بيبقى فيه مجموعة دراسات، دراسة اقتصادية ما ودراسة اصل ده ليها فنية. اتجاهات برضو سياسية. لا هي في الحالة ديت ملهاش أي توجه سياسي. جميل. لأن احنا في تكنولوجيا تعتبر محايدة، مش تكنولوجيا عسكرية. العالم كله دلوقتي بيصارع على المنطقة العربية بالظبط. على اساس ان في استثمارات كتيرة، بالظبط. وده بيبقى ليها خلفيات برضو سياسية. هو كتقييم فني محايد، نعم. حتى باعتراف يعني الجهات العالمية ووزارات النقل على مستوى العالم، التكنولوجيا، ودي في تقارير طبعا تقييم فنية بتصدر عن جامعات العالم زي جامعة ستانفورد وغيرها، كلهم متفقين في العالم ان التكنولوجيا اللي هي الصيني في القطارات فائقة السرعة تفوقت في الصين على الألماني والياباني. انا ليه ادفع تكلفة اكتر لما ممكن ادفع تكلفة اقل وتديني خدمة اعلى؟ نعم. فهي ملهاش منظور سياسي. الأولوية هنا للي هينفعني للكفاءة أكتر. الفنية بالظبط. نعم. في نفس الوقت هم كمان يعني ممكن هو بيمولها. يعني اليابان لما جت عايزة تعمل الخط ده، أنا قلت لحضرتك الخط فكرة المشروع أنا مصممها بقى هنا كتخطيط تنمية. نعم. غير لما أبقى أنا جاي كيابان عايز أعملها مشروع اقتصادي في مصر. كيابان عايز اعملها مشروع اقتصادي في مصر، يبقى انا اهم حاجه عندي ان انا هعملها، هقول هطور شبكه السكه الحديد اللي موجوده لان ده ارخص لي، في نفس الوقت بيتيح لي ان انا احط ايدي على مناطق حيويه اللي هي محطات السكك الحديد في مناطق مميزه في المدن القديمه باسعار اعلى، هقدر اخد اكيد بيبقى واخد امتياز ان هو بيعمل محلات ومشروعات معينه على امتداد خطوط السكه الحديد، ده بالنسبه له مكسب رهيب. امتيازات كتيره. انا بالنسبه لي كتنميه بالنسبه لي كتنميه مش محتاج ده بالنسبه لي بيمثل اهدار وبيزود لي المشاكل على مستوى الجدوى بقى الاجتماعيه. نعم. الجدوى الاجتماعيه عندي انا اقدر بالمشروع ده احل مشكله الاسكان تماما، احل مشكله ارتفاع اراضي الدوله في مصر تماما، احل مشكله النقل وحوادث الطرق تماما. في نفس الوقت بحط مردود اقتصادي عالي جدا. تخطيط المشروع ده وانا حاطط له دراسه الجدوى البريفيزابيلتي ستادي بالكامل على الموقع، بنقول ان المشروع دلوقتي قدرنا ان احنا ناخد 20 كيلو في الصحراء الغربيه بمحاذاه النيل. تمام. بنقول ان هو له مسار مع كل محافظه من المحافظات، بيبقى تقريبا المسار ده من 20 ل 25 كيلو. هو قريب من مشروع اللي هو كان الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو مشروع ممر التنمية. لكن نعم. ممر التنمية طبعا انا درسته اقتصاديا، كان مشروع صعب نعم. جدا تنفيذه. الدكتور فاروق الباز قال 100 كيلو بحيث ان هو في العالمين. لا احنا كده هنعمل مقارنات ما بين توجهات عامة ومشاريع كبيرة عندنا الرغبة كلنا في تنفيذها كلها مرة واحدة. هي يوتوبيا احنا بنحلم بيها وبنتمناها. تمام. ونرجو ان المنظومة الاصلاح في مصر تستوعب كل هذه المشاريع. هو ده فعليا ان شاء الله. استاذ محمد ابو الفتوح استشاري الاقتصادي، اشكر لحضرتك هذه المشاريع الجميله اللي نتمنى انها تاخد خطوه في التنفيذ ان شاء الله باذن الله. ولو حضرتك اتحتي لي الفرصه باذن الله ممكن اشرح المشروعات اللي هو الثلاث مشروعات في حلقات قادمه بمشيئه الله. بمشيئه الله. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا مشاهدي شباب واراء،
كنا معا ومنظومة إصلاح مصر. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.